الصالحين. مجالسة الصالحين شيء عجيب جدا جدا، بس بشرط أن تجلس إلى هذا الصالح دون أن تتكبر عليه، وأنت تتعرض لنفحات ربانية في مجلس هذا الإنسان الصالح. نظرك إليه يعكس تجليات الله عز وجل على قلبك، تقع في حالة لا تعرف كيف تكون. والكلام في هذا طويل لكن أختم درس بقصة. لعلكم سمعتم بشيخ من كبار شيوخ سوريا اسمه شيخ محمد الحامد، كان من أهل حما. هذا الرجل كان في صدر حياته ذا عقيدة زائغة، كان ذا عقيدة زائغة. في يوم من الأيام كان يمشي هو وصديق له في سكة من سكك حماه، سمعوا بأن الشيخ أبو النصر خلف رحمه الله جاء زائرا حماه. الشيخ أبو النصر خلف رجل من كبار الصالحين ومن كبار العلماء ومن كبار المتصوفين الصادقين في تصوفهم. تذاكر فيما بينهما حال هذا الإنسان. الواحد قال للثاني، قال له للشيخ محمد الحامد هل لك في أن نزور هذا الإنسان نشوفه؟ بالأول قال له ما في داعي، اثنيناتهم عقيدة زائغة. بعدين ذاكروا فيما بينهما، قال خلينا نروح نشوف نزوره، منه هذا الشيخ أبو النصر خلف بيحكوا عنه كذا كذا. دخل عليه وجلس في مجلسه وجلس قبالة وجهه. بعد قليل كان في مجلس الشيخ بعض المنشدين. التفت الشيخ أبو النصر إلى هؤلاء المنشدين يطلب منهم أن يسمعوهم شيئا، فألهم الله هؤلاء المنشدين أن ينشدوا هذه الأبيات. مطلعها: كان لي ظل رسوم فاستوت شمسي فزال، عشت بالمحبوب حقا بعدما كنت خيالا، إلى آخره. فجأة وإذا بالشيخ محمد الحامد يصعق ويصيح صيحة يفزع لها كل الجالسين ويقع أرضا، ثم يستيقظ فيقبل يدي هذا الشيخ ويجلس إليه فيطلب منه التوبة ويطلب منه أن يعطيه وردا من المأثورات الواردة السليمة الصحيحة. ويخرج الشيخ محمد الحامد من ذلك المجلس شخصية جديدة بعقيدة جديدة، وقد تجلى الله عز وجل عليه بنفحات استمرت إلى وفاته. هذا كان بسبب مجالسة صالحين. مجالسة الصالحين تفعل ما لا يفعله الترياق. لكن لو أن رجلا دخل في مجلس الصالحين ليسخر منه بسوء نية بسوء قصد، لا، هذا يزداد بعدا عن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المهتدين وأن يجعلنا من المجتبين وأن يسيرنا إليه في الطريقين: طريق الجهاد، طريق الإكثار من الذكر، وطريق التعرض لنفحات الله سبحانه وتعالى، وأن لا يجعل الواحد منا أسير شهواته وأهوائه، والحمد لله رب العالمين.